برحب بكم مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. يوم جديد وحلقه جديده وبرنامج لايف كلينيك. في حلقتنا النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، يمكن يعني بنشوفه بصوره كبيره جدا ومنتشر بصوره كبيره جدا، هو حوادث الطرق. حوادث الطرق من المشاكل الكبيره جدا اللي بتؤدي لاصابات خطيره وكبيره. هنتكلم النهارده عن الإحصائية بالنسبة لحوادث الطرق، ايه هي نسبة حوادث الطرق في مصر، ايه هي الأسباب، وهل في يعني علاج للأسباب اللي تؤدي لمشاكل حوادث الطرق. والإسعافات الإسعافات الأولية من الحاجات المهمة جدا اللي نقدر نساعد بيها المصاب لحين وصول طبعا سيارات الإسعاف. منتظرين استفساراتكم وتساؤلاتكم على 257-56-810. اسمحوا لي ارحب بالدكتور مشرفنا النهارده في الاستوديو، الاستاذ الدكتور مكرم رضوان، استاذ طب وجراحه العظام بجامعه الزقازيق وعضو لجنه الصحه بالبرلمان. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. شرفتنا. اهلا بحضرتك. فعلا يا دكتور، هو موضوعنا مهم جدا جدا النهارده، وهو حوادث الطرق. يمكن حوادث الطرق بنسمع ان هي بتزيد ومنتشره بصوره كبيره جدا وبتؤدي لاصابات خطيره، واحيانا لا قدر الله بتؤدي للوفاه. يا دكتور، ايه هي نسبه او الاحصائيات بالنسبه لحوادث الطرق في مصر؟ يكفي ان احنا نعرف ان حوادث الطرق في مصر من اعلى نسب الحوادث في العالم. يعني هنا في مصر؟ طبعا احنا تقريبا، احنا والدوله الشقيقه المملكه العربيه السعوديه تقريبا بنمثل اعلى نسبه حوادث طرق في العالم. وللاسف ان احنا والنسبه دي بتزيد يا دكتور؟ النسبه دي بتزيد مش بتقل. للاسف النسبه دي بتزيد مش بتقل. ده بيستدعي مننا وقفه جميعا لبحث أسباب زيادة حوادث الطرق، لبحث العلاج لتلك الأسباب، ونكون جاهزين ان احنا ازاي نتعامل مع الحالة، لأن ده مهم جدا جدا، بيخسر البلد مليارات طبعا، وممكن الفلوس اللي بتصرف دي نوفرها عشان التنمية في بلادنا. بالنسبة للأسباب يا دكتور، إيه هي الأسباب، حتى كمان الأسباب اللي بتؤدي لزيادة انتشار حوادث الطرق عموما يا دكتور، إيه هي الأسباب؟ للأسف إن موضوع التحليل الإحصائي لحوادث الطرق ده كنز إحنا في بلادنا مش عارفين قيمته. الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. إحنا هيكون عندنا إحصائيات دقيقة على حوادث الطرق في مصر. دي الإحصائيات دي بتبقى مرآة عاكسة لمشاكلنا في مصر. مش كده وبس، ده هي كمان خطة دراسة عندك أو إحصائيات تقدري تعملي منها دراسة لمستقبل البلد، إزاي تعالجي الأسباب وإزاي تطوري من خططك عشان تتعاملي مع ده. إحنا مطلوب من اليوم إن إحنا يكون عندنا جهاز متخصص لإحصائيات حوادث الطرق، يبقى فيه زي شيت كده موجود في كل مع الإسعاف وموجود في مستشفياتنا متوفر، بحيث ان كل ما يخص الحادثه دي، مكان الاصابه، مين اللي كان سايق، عمره كام، كان بيتكلم في الموبايل ولا ما كانش بيتكلم في الموبايل، ساعتها كان بيستخدم واتس ولا ما كانش بيستخدم واتس، كان رابط الحزام ولا مش رابط حزام، نوعيه العربيه ايه، لما الاسعاف الطلب جاله بعد قد ايه، الاسعاف وصله لاقرب مستشفى بعد قد ايه، المستشفى اللي راح فيها اتعاملت معاه ازاي، المستشفى دي كان فيها جهاز اشعه مقطعيه بيشخص الحادثه وبيشخص كل ما هو مصاب في جسم المصاب في ثواني، موجود متوافر ولا مش متوافر، هل العيان ده احتاج ان هو يتنقل مستشفى اعلى ولا اتعالج في المكان اللي هو فيه، واذا كان اتعالج اخذ قد ايه وقت مده في المستشفى حتى شفاه، واذا كان راح مستشفى تاني او احتاج عنايه مركزه، هل هي كانت متوفره في التوقيت ده بسهوله ولا خدت وقت ولا راح مكان تاني ابعد، والمستشفى اللي استقبله التاني ده هل هو كان يتعامل مع الحاله ازاي، وبعد قعد قد ايه في المستشفى، والعيان ده رجع لشغله بعد قد ايه. ده كلام في منتهى الاهميه اللي في الدنيا. بناء على الكلام ده والاحصائيات دي انا اقدر اخطط ايه هي الطرق اللي عندي حصلت الحوادث عندها كتير، ايه نوعيه العربيات اللي بتتكرر، المكان اللي بتكرر كمان فيه الحوادث، اللي بتتكرر في الحادثه، فبالتالي هنقدر نعالج السبب. اعالج السبب. العربيه، لو في نوع من العربيات تكرر مع الحوادث طبعا، وده نرجع نقول ان هي نهتم بصيانه العربيه، يعني صيانه العربيه اخذت ترخيص بعد قد ايه، اتعمل لها صيانه من قد ايه، اللي اما راحت جددت الرخصه كشف عليها فعلي ولا ما كشفش عليها فعلي، واذا كان وحده المرور دي تكررت منها الحوادث في المنطقه دي يبقى لازم نبحث
عن السبب. الشخص ده اما جه يطلع رخصه قياده، هل هو احنا عملنا له تحليل ولا ما عملناش له تحليل؟ هل هو دخل مدرسه تعليم قياده ولا ما دخلش مدرسه تعليم قياده؟ الكلام ده المسعف اللي عندنا، هل هو كان مدرب يتعامل مع الحاله صح ولا ما تعاملش صح؟ الكلام ده كله مهم جدا جدا جدا. يبقى بدايه التعامل مع حوادث الطرق ان انا يكون عندي احصائيات سليمه وبناء عليها اعمل خطه لعلاج اسباب زياده حوادث الطرق. كمان طب هل بيتم دلوقتي يا دكتور بعمل الاحصائيات دي؟ ابتديتوا ان هم يعرفوا كل التفاصيل بالنسبه لاي حادثه؟ انا كنت اتكلمت والمشاكل مع والاسباب. رئيس الجهاز المركزي للاحصاء التعبئه والاحصاء، وقال ان احنا عندنا. فانا يومها قلت له انا هقدم لك طلب رسمي وهقول لك احنا عندنا طريق اسمه طريق الموت اللي بين المنصوره والكنز. ده تقريبا كل اسبوع بيحصل عليه حالات ناس بتموت فيها غير الحوادث البسيطه اللي ممكن تحصل. قلت له انا عايزك تديني احصائيه العام السابق ايه اللي حصل في كام حادثه حصلت على الطريق ده وتعاملوا مع الاصابات ازاي وكم واحد مصاب وكم واحد مات. وقدمت له طلب رسمي عشان اشوف هو بقول فعلا انا عندي احصائيات لكل حاجه. انا كنت عايز اسمع ده، للاسف حتى اليوم ما جاش الرد بيه. الكلام ده بقاله تقريبا حوالي 3 شهور او 4 شهور. يبقى اذا في الحقيقه احنا بنقول عندنا لكن ما عندناش. بصوره فعليه ما عندناش. حتى لو عندنا بيانات ما بتتجمعش وتبقى احصائيه كامله. حتى لو اتجمعت ما بنستفادش منها، ما بندرسهاش. فمهم جدا يكون عندنا جهاز احصاء لحوادث الطرق ويبقى في تحليل ليها واطلع منها بمعلومات وبناء عليها اخطط. ده كلام مهم جدا. طبعا يا دكتور، بالنسبه لي يعني زي ما بيبقى في مسؤوليه على الدوله او الحكومه، احنا كمان بيبقى علينا مسؤوليه. المواطن لازم يبقى عنده مسؤوليه ولازم يبقى عنده وعي كمان ان هو يحاول يتفادى حوادث الطرق يا دكتور. ايه يعني حضرتك ذكرت من ضمن الاسباب اللي هي بتسبب حوادث الطرق اللي هي الموبايل، استخدام الموبايل ده اثناء القياده، وناس كتيره جدا بتستخدمه للاسف. يعني اي حادثه ممكن تحصل في ثانيه، يعني مش بتحتاج وقت ان هي بالظبط. فيعني يا ريت تقول لنا ايه هي مسؤوليه المواطن كمان ان هو عشان نقدر نتفادى حوادث الطرق. طبعا المواطن والمواطنين، لان ممكن يكونش الخطا منه هو المواطن ده، ممكن يكون من غيره. هم عامل مهم جدا في موضوع زياده او علاج حوادث الطرق. مهم جدا ان احنا عندنا اولادنا في المدارس يكون لهم شابتر كده، جزء في كل سنه عن احترام الطرق وكيفيه التعامل معاها وكيفيه التعامل مع الغير، وازاي ان انا يبقى عندي اليقظه والالتزام في العربيات والافراد العائله، ايه الالتزامات اللي عليهم. ان الكلام اللي العالم كله ماشي بيه ده مش تاليف، ده جاء بعد تجربه او بعد خبرات. انا لازم ابقى جزء من العالم ده. زي ما العالم بيحترم اصول القياده، انا كمان يبقى عندي نفس الكونسيبت ده. مهم جدا. ما ينفعش ان انا اقول انا اقل من الناس التانية. طبعا. بس خلينا ناخد اتصال ونرجع نكمل كلام يا دكتور. مدام بركه اتفضلي. ايوه يا فندم. اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. انا اصبت من 6 شهور وعملت كذا عمليه، بس حاليا المفروض اني انا عندي كسر في الفخذ. ايوه ده اخر حاجه حضرتك. فعامل لي الم كبير جدا جدا واللجان بتنعقد وانا مش عارفه اخرته ايه، لان انا مركب في رجلي جهاز. فحولوني على اخر حاجه على مستشفى عين شمس بلاد المرداش. ايوه. فحضرتك طبعا مديني بقى، قالوا هنتصل بيكم، بس انا حاسه ان رجلي خلاص يعني كده باظت والالم شديد جدا. طب ثواني الدكتور هيسال حضرتك. ثواني. الكسر التئم ولا لم يلتئم؟ لا يا فندم لم يلتئم. انت مركبه مسمار ولا شريحه؟ لا يا فندم ده جهاز مثبت خارجي. مثبت خارجي. من البدايه هو مثبت خارجي؟ ان شاء الله. بقى انت عملت العمليه المثبت دي بعد قد ايه من الحادثه؟ بعد ما انا كنت في غيبوبه يا فندم، انا مش عارفه يعني في حوالي يعني ما قالوش ليك الجهاز ده اتثبت بقى بعد يوم بعد 2 بعد 3؟ لا يا فندم ما حدش قال لي. الكسر كان مضاعف؟ كان فيه جروح؟ الكسر كان مضاعف وكان فيه جروح وعملت عمليه تجميل والجلد التئم الحمد لله.
طب ان شاء الله انت تسيبي تليفونك واحنا هنداوم الاتصال بالمستشفى ونخليهم يطلبوكي في اقرب فرصه، ودي حاجه بسيطه ان شاء الله. طبعا بدل في اصابه كبيره شديده بيكون حصل تهتك للانسجه وبيكون التئام الكسر ضعيف. المثبت الخارجي دي بيبقى مرحله مؤقته، بعديها بيتعمل لك مسمار فخذ ومعاه ترقيع عظم، وبتبقى الامور بسيطه وترجع احسن من الاول ان شاء الله. ما تقفليش بس يا بركه، استاذنك ما تقفليش، خليكي على السماعه، هيحولوكي بالغرف كنترول روم وسيبي رقمك. اشكر حضرتك، الف سلام عليك. شكرا شكرا. طيب كنا بنتكلم يا دكتور عن مسؤوليه المواطن، زي ما حضرتك قلنا يعني من الحاجات المهمه ان هو يحترم قواعد المرور، يحترم الاخرين طبعا، يعلم نفسه، يوعي نفسه، يوعي اولاده. ده كلام في منتهى الأهمية اللي في الدنيا. مفيش تطور من غير وعي مواطن، ونكون عارف ان ده حاجة له هو تؤثر على مستقبله. مش عارف يعني ايه هو لو مش لابس الحزام وحصلت حادثه وبعدين الدماغ او الراس اتخبطت في الطبلون العربيه ودخل في غيبوبه، بقى عنده اصابه نزيف في المخ، مش عارف قد ايه هو هيدفع الثمن وعيلته هتدفع الثمن واسرته والدوله كمان هتصرف عليه قد ايه. طبعا يمكن الاتصال اللي جالنا دلوقتي هي بتقول ركبوا لها جهاز. انا اعتقد ان هي كان عندها كسر، وعشان هي عندها إصابة في الرأس وممكن يكون إصابة في الصدر، فما بيقدروش يدخلوها عمليات في الأول على أساس إن هي ما تاخدش تخدير وتبقى في ظروف عدم تحكم في كمية الدم اللي توصل المخ أو كده. بينتظروا شوية لغاية ما يشوفوا ظروفها إيه. ده اللي أخر التعامل معاها، وبالتالي اضطروا إن هم يركبوا لها مثبت خارجي. لما نكون ملتزمين ونربط حزام الأمان، ودي أبسط حاجة، بنقلل خطورة الإصابة بنسبة 66%. وحزام الأمان مهم كمان، مش بس للناس اللي قاعدة قدام، الناس اللي قاعدة ورا، الناس اللي قاعدة ورا، الأطفال بالظبط كمان لهم كرسي متخصص، لهم كرسي متخصص، لأن أي إصابات مقدور عليها إلا الراس، إلا إصابة نزيف المخ، هي دي اللي بتبقى الخطورة. وده دي أخطر إصابة، أخطر إصابة، وبتأثر على بقية الإصابات كمان. تعاملك مع بقية الإصابات بيبقى فيه حرص وفيه احتياط. فاعتقد الالتزام بحزام الامان ده شيء مهم جدا. كمان اهالينا الحاجات المهمه جدا بمناسبه الاطفال يا دكتور، ان هو حضرتك بتقول ان هو في كراسي حسب سن الطفل، والسن صغير بيبقى فيه لما بيكبر بيبقى بيقعد، لازم المفروض يقعد ورا، ما يقعدش قدام. الحاجات اللي بشوفها كتير جدا بالظبط، ان هي الطفل قاعد مع امه قدام، او حتى مع الشخص اللي بيسوق احيانا بيبقى قاعد قدام. ده بيستدعي ان احنا نعرف الناس ده كله في مناهج التعليم بتاعتنا. ده اهم من الميكانيكا والاستاتيكا. الحاجات دي مهمه جدا، الحياه الحياتيه دي، الحاجات الحياتيه دي مهمه جدا تبقى موجوده. السلوكيات دي مهمه جدا، السلوكيات مهمه جدا تبقى موجوده في الكتب الدراسيه بتاعتنا، ونحفظها من الصغر. الولد لو اتحط في دماغه المعلومه دي هتفضل لازقه معاه على طول وهيتصرف بيها. مهم جدا الكلام ده طبعا، ويمتحن فيه ويعرف الصح ويعرف الغلط. حتى هيقول معلومه لباباه، حتى هيقول معلومه لمامته، هو هيقول لهم. هيكبر بعد كده هيعلم اولاده، هيعلم جيرانه. ما احنا لو علمناهم ان هم الثقافه دي يعني تعلموها من هم اطفال، هيعلموها لاولادهم، هيتربوا على ده طبعا. كذلك الاعلام مهم جدا. مش كل حاجه احاول اقول برامج محدده. انا لازم يبقى عندي ماده اشوف ايه اللي الناس محتاجاه، اثقفها، اوعيها. حتى بين المسلسلات، بين الافلام اللي الناس بتحب تتفرج عليها، افرضها انا عليه، افرض المعلومه دي عليه قبل المسلسل كويس، بدل ما انا كله اعلانات بفلوس بفلوس بفلوس. ان انا بكون مخصص دقيقتين طبعا وزاويه للتوعيه طبعا. ده هيعود علينا كلنا، لان العيان اللي بيعمل حادثه وبيروح مستشفى وبيصرف مئات الالوف، ده من دمنا احنا، من فلوس اولادنا. ما هو بعد كده كله بيتاثر. بدل ما انا اصرفه على التعليم وعلى الطرق وعلى التطوير وعلى السياحه، بصرفه على واحد مكسور طبعا. واحنا مش عارفين كمان، احنا بنركب العربيات وبنركب عربياتنا وبنركب عربيات الباصات والى اخره، ما انتيش عارفه ايه اللي ممكن يحصل. اللي بيحصل لجارنا النهارده ممكن يحصل لي بكره، ممكن يحصل لجاري اللي بعديه بعد بكره. فاذا احنا ما يكون عندنا ثقافه ووعي واحتياطات واجبه الكل بيلتزم بيها، ده بيعم علينا كلنا بالامان
ونوفر فلوسنا عشان نحطها في الحاجه اللي هتعود علينا بالفعل. استاذنك معانا اتصال يا دكتور. هند اتفضلي. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي يا هند. وعليكم السلام بحب ورحمه الله حضرتك وبركاته. قوي حبيبتي من ذوقك، اتفضلي. اهلا بيكي طبعا. شكرا. انا عايزه بس اسال الدكتور، انا عندي 40 سنه. ايوه. وعندي سكر وضغط من سنتين، من حوالي سنتين. وانا باخد علاج السكر البرشام العادي دوت، بس ما باخدش معاه اي مقويات ولا فيتامينات ولا اي حاجه. فبحس بقالي سنتين على كده عشان معدتي تعبانه، ما باخد اي حاجه بتتعب معدتي جامد، فباخد علاج السكر بس. فعظمي بقى يا دكتور كله وجعني، وبحس بذبذبه كده في عظمي زي زمنه كده، ذبذبه كده بحس بيها وانا قاعده. وعظمي بيوجعني جدا جدا، وما بقدرش اعمل اي حاجه، ما بقدرش اعمل اي حاجه في البيت، ولا ادخل المطبخ، ولا اعمل اي حاجه لاولادي. ليك اسئله ليها يا دكتور؟ ثواني يا هند، الدكتور هيسال حضرتك. ثواني. هسألك يا هند، انت اهم حاجه السكر متظبط ولا مش متظبط؟ هو متظبط، بس ما بروحش اقيسه على طول وكده واحلل والكلام ده. من ساعه ما جالي من سنتين ما حللتش خالص، بس بروح لا لازم تحللي، لازم بروح تحللي. اقيسه في الصيدليه بيطلع مظبوط، يعني مش عادي ولا حاجه. لازم تحللي وتتابعي مع دكتور باطنه متخصص في علاج السكر والضغط، دي اهم حاجه. تاني حاجه يعني بالنسبه لالام العظم والالم العام ده ولا حاجه ثانيه؟ تحللي الاول روماتويد، عامل روماتويد، وتحللي كمان معاه فيتامين دي عشان نطمن ان الحاجات دي هي اللي بتخلي الجسم همدان ومش قادره تعملي حاجه وفي وجع في العظم. الحاجتين دول اساسيين. الطلوع اللي فوق دي عند الرئه وكده. تحللي فيتامين دي، فيتامين د، وتحللي الروماتيزم او الروماتويد زي ما قال لك الدكتور يا هند. تحللي وتوريهم للدكتور اللي انت متابعه معاه. طبعا. ليكي اسئله ثانيه؟ نعم متشكرة. ألف سلام عليك. شكرا. طب نرجع للموضوع يا دكتور، إن هي التوعية المهمة جدا للمواطن عموما، وإن هو الثقافة عندهم تبقى موجودة، وبالتالي هنحاول نتجنب حوادث الطرق يا دكتور. من الحاجات المهمة بالنسبة لحوادث الطرق إن إحنا وقت الحادثه برضو اللي يبقى فيه سلوكيات معينه، ان احنا نحاول نتعامل مع الحادثه دي، لكن للاسف بنشوف سلوكيات مختلفه تمام بتعطل حاجات كتير، سواء للمصاب، سواء وصول سياره الاسعاف للمكان المحدد اللي فيه الحادثه. هو اهم حاجه ما حد من المواطنين يشوف حادثه، اول حاجه يعملها يتصل بالاسعاف. لازم كلنا نبقى عارفين الارقام بتاعه الاسعاف، واول حاجه يعملها يتصل بالاسعاف. تاني حاجه لو لقى نزيف ولا حاجه ممكن يكون بحاجه نظيفه ويضغط على الجرح عشان ما ينزفش العيان. تالت حاجه لو هو بلاش ان هو يحركه جامد، عشان لو عنده كسر في العمود الفقري او عنده كسر او حاجه ما يحصلش مضاعفات، دي مهمه جدا. حاجه تانيه ان بلاش الزحمه حوالين المصاب، لان الزحمه دي قد تمنع واحد فاهم ان هو يقدر يؤدي خدمه. بيتكاتفوا حواليه، لو جاي واحد فاهم عشان يوصل يقدر يعمل له حاجه ممكن ما يقدرش يوصل، او عشان يقدر يعمل له تنفس صناعي او ينقله في مكان بعيد عن الطريق، دي ممكن يلاقي فيه صعوبه. فالمهم جدا اللي يشوف حادثه اول حاجه يتصل، تاني حاجه يدي مكان، يدي فرصه للي هو فاهم يقدر يتعامل مع الحاله، تالت حاجه ان حركه العيان تبقى بحرص شديد. مهم جدا. طب الاسعافات الاوليه مهمه جدا يا دكتور. يمكن الاسعافات الاوليه دي مش ناس كتير عارفينها، ازاي يتعاملوا مع حد مصاب في الطريق بقى وهو مش عارف بقى دي اصابته ايه، نوعها ايه، درجتها ايه. ايه الاسعافات الاوليه البسيطه المفروض يعني اي حد لو عايز يساعد يعملها؟ زي ما احنا قلنا، لو في نزيف بيكون في منديل او حاجه نظيفه يحطها يقفل على الجرح، او يقدر يربط رباط قبل الكسر لو هو في الدراع او في الرجل، ولكن يبقى حريص ان ما تزيدش المده بتاعته. ما تزيدش المده بتاعته عن ساعه ماكسيمم. مش يربط رباط ويسيبه، وممكن العيان يتاخر نقله ساعه واثنين وثلاثه، دي هتبقى مشكله، مضاعفات رهيبه. طبعا. يبقى هي بيربطوا دقائق بس لغايه ما يجي المسعف يقول له انا ربطت لغايه ما انت تيجي. بقى له 10 دقائق، بقى له 15 دقيقه، بقى له 7 دقائق، يكون عارف وينبه عليه. ده مهم جدا. تاني حاجه اللي هو لو في حاسس ان هو العيان مش قادر، ما فيش نفس، ممكن يعمل له تنفس صناعي.
ودي لها برامج بتتعمل في كل المستشفيات للمسعفين وللممرضين وللاطباء، وممكن تعمم برضو كمان عندنا في مناطق شغل او في المدارس ازاي ان انا اقدر اعمل تنفس صناعي لواحد مصاب ممكن. تالت حاجه لازم ابقى عارف ان انا لما يكون عندي كسر او حاجه لازم اقدر اسنده، حتى لو على لوح خشب، حتى لو انا اقدر اعمل له لو في مخدات في العربيه او في اي حاجه اقدر اسندها عليه. اتنين يقدروا يسندوا الرجل بحيث ان هي ما تقدرش تتحرك كتير، لان حركه الرجل كتير دي بتسبب مضاعفات اكتر. نبقى حريصين جدا جدا في ان احنا لما نحرك المصاب، لان ممكن زي ما قلت لحضرتك ان احنا نحركه ممكن تؤدي لمشاكل ثانيه، مضاعفات اكبر من غير اللي هو فيه طبعا. يعني ممكن يكون واحد عنده كسر في العمود الفقري ولكن العصب مش متاثر، وبالتالي سهل جدا علاجه. لكن لو الكسر ده اتحرك وقام قاطع العصب دخل في شلل نصفي، عاد فيه صعب اللي انت تعالجيه. بقى دي خلاص نون كيورابل، ما فيش، مش هتقدر تعمل له حاجه طبعا. وشوف انت نقلتيه من حاله بسيطه سهل علاجها لمشكله كبيره ثانيه مختلفه. طبعا مشكله اكبر. فدي مهمه جدا ناخد بالنا من الحاجات دي. طب لما توصل سيارات الاسعاف يا دكتور، لازم المسعف نفسه يبقى على وعي كافي ان هو يقدر يتصرف بصوره صحيحه، بحيث ان هو لغايه ما نوصل المريض ده او المصاب لمستشفى الطوارئ او اي مستشفى ثانيه يا دكتور. ما شاء الله احنا عندنا من الهيئات المحترمه جدا هيئه الاسعاف في مصر. اعتقد ان هي قايمه بالدور على اكمل وجه. في ولاد مدربين ممتازين، طبعا باخدوا مرتبات كويسه، وبالتالي هم حريصين على شغلهم، لان فعلا هم متميزين بالنسبه لقطاع الصحه عن بقيه القطاع. بيتصرفوا مع الحالات كويس، مدركين ايه المستشفيات اللي حواليهم، بيقدر يتعامل مع الحاله، يقول ان الحاله دي ممكن مستشفى مركزي يقدر يتعامل معاها، او عايزه مستشفى اعلى سواء الجامعه او مستشفى امانه او مستشفى معاد المستشفيات الاخرى تبع وزاره الصحه او التامين الصحي. فدي ما بنخافش منها. لما بيجي الاسعاف في مسعفين بيقدروا يتعاملوا مع الحاله كويس، لكن هي بتواجههم مشكله العنايه المركزه. العنايه المركزه في المستشفيات. في المستشفيات احيانا عنده بيحتاج عنايه، هو بيشوف ان هو عين في غيبوبه محتاج عنايه، بيلاقي فيه صعوبه ان هو يلاقي سرير، اماكن في الاماكن القريبه منه، القريبه منه. برضه دي لو عندنا احصائيات هنقدر نتعامل معاها كويس. ايه الاماكن اللي بيبقى فيها عندنا مشاكل دايما فيها عجز في اسره العنايه المركزه؟ اقدر انا بعد السنه اللي بعديها على طول ازود العدد في الاسره في المكان ده، وبالتالي احل المشكله. طبعا دي مهمه جدا. من الاصابات طبعا يا دكتور اللي تبقى نتيجه الحوادث الطرق هي الجروح، الكسور المضاعفه، الكسور طبعا، او الكسور بتبقى المضاعفه اللي هي بتبقى معاها جروح يا دكتور. الكسور عموما بيبقى ليها درجات وانواع، يا ريت حضرتك تكلمنا عنها. طبعا الكسور في كسور بسيطه وفي كسور مضاعفه. الكسور البسيطه اللي هي بيبقى كسر ولكن ما فيش معاه جرح، الجلد والعضلات مغطيين سليم. بيجي بعد كده عندنا في الكسور المضاعفه، ودي بتبقى درجات اولى ثانيه ثالثه حسب حجم الاصابه في الجلد نفسه. نص سنتي او سنتي او اكتر، او بعد كده في تهتك في الانسجه، دي بتبقى درجه اولى درجه ثانيه درجه ثالثه. كان زمان نقول ان الدرجه الاولى بس اللي انا اقدر اتعامل معاها في البدايه، واقدر اتعامل مع الكسر واثبته بشرايح ومسامير او كده. دلوقتي مع تقدم العلم ومع تقدم المضاد الحيوي والتعامل مع الحاله بسرعه فرقت، عدنا بنقدر نتعامل مع كل الحالات بالبدايه كعلاج نهائي. ودي العلاج ده في الحاله دي بيوفر على العيان وقت ومجهود وألم، وبيوفر على الدوله فلوس كتير جدا. اكيد. فانا بناشد المسؤولين في وزاره الصحه والتعليم العالي ان يكون عندنا المتوفر امكانيات التعامل مع الكسور المضاعفه من البدايه. لان دي نقطه مهمه جدا يا دكتور، خلينا نتكلم عنها. استاذنك بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل ونرجع لكم مره ثانيه، خليكم معانا. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، وفي حلقتنا النهارده بنتكلم فيها عن حوادث الطرق و
نسبة انتشارها وأسباب حوادث الطرق. طبعا مستنيين استفساراتكم وأسئلتكم على 25756 اسمحوا لي أرحب بالدكتور مشرفنا النهاردة في الاستوديو الأستاذ الدكتور مكرم رضوان، أستاذ طب وجراحة العظام بجامعة الزقازيق وعضو لجنة الصحة بالبرلمان. أهلا بحضرتك مرة ثانية يا دكتور. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الكسور. يمكن طبعا الحوادث الطرق من الحاجات اللي بتسببها بصورة كبيرة هي يا إما النزيف، جروح طبعا، والكسور. كسور من الحاجات المهمة جدا. حضرتك قلت إن في أنواع من الكسور. الكسور المضاعفة دي من أهم الكسور بتهيألي يا دكتور، إنها لو اتعالجت من الأول بصورة صحيحة هتوفر حاجات كتيرة جدا على المواطن وعلى الدولة عموما. الكسر المضاعف لما بيبقى طبعا متلوث بالميكروبات من المكان اللي هو فيه. انا قدامي الوقت اللي هو الامثل ان انا اتعامل معاه في تقريبا بعد 6 ل 8 ساعات. ده الوقت الامثل ان انا ادخله بعد الحادثه من 6 ل 8 ساعات. ليه 8 ساعات؟ عشان اكون انا العيان حضرته واطمنت عليه ما عندوش نزيف في صدره، ما عندوش نزيف في بطنه، جهزت الدم، جهزت الجراح، جهزت الالات بتاعتي. هو ال8 ساعات دي هو الوقت الامثل. لكن قدامي لغايه 24 ساعه. بعد 24 ساعه بيكون الاورجانيزم او الميكروبات دي بقت عملت كونتامينيشن او تلوث للجرح. خلاص عاد صعب ان انا احط له مسمار فخت او احط له شريحه او احط له مسامير. ملهاش اي علاج خالص يا دكتور، او ملهاش اي طريقه تتعامل معاها. واستنى لغايه ما الجرح يبقى نضيف ويقفل وارجع اثبت الكسر تاني. شوف قد ايه بقى، استنى اسبوعين 3 اقعد اغير له يوميا. لا غير الالام والمشاكل اللي هتسببها للمريض طبعا. غير قاعد في المستشفى بياكل وبيشرب بيتعالج وبيبقى شاغل سرير، ضيع عليها فرصه ان انا اجيب عيان واثنين وثلاثه واربعه، وده كله عشان انا ما اتعاملتش مع العيان في اول 8 ساعات او ماكسيمم 24 ساعه. بس حتى التعامل يا دكتور لازم امكانيات، يعني وفي حاجات مهمه جدا من اشعه وفريق عمل يبقى موجود، وحتى الدكتور اللي بيبقى موجود في الطوارئ لازم يبقى دكتور يعني مؤهل ان هو ما هو ده على درايه كامله، وان هو يعرف يتعامل بصوره صحيحه وكامله مع الحاله اللي قدامه. ده اللي انا بقول عليه، ان احنا هيكون عندنا استاف واعي متعلم قادر على التعامل مع الحاله. ده مهم جدا. العنصر البشري مهم، سواء من اطباء او تمريض او فنيين. طبعا. تاني حاجه اللي هيقدر يعمل فارق في المنظومه الصحيه هي المستشفيات المركزيه. ليه المستشفيات المركزيه؟ لان ده مستشفى مركزي موجود في كل مركز في مصر، وبالتالي يقدر يغطي الحادثه اللي هي في الاطار بتاعه بسهوله. الاسعاف هيمشي 10 كيلو 15 كيلو 7 كيلو ماكسيمم 20 كيلو هيلاقي نفسه جنب المستشفى اللي هو فيه. عكس ما اجي انقله لعاصمه المحافظه بيحتاج وقت، بيحتاج صعوبه طبعا. ممكن ما الاقيش سرير. لكن المستشفى المركزي ده لو انا هياتي له الامكانيات ان هو يتعامل مع الحاله، وفرت له كل ما هو مهم للتعامل مع حالات الامرجنسي، الحالات الطارئه دي مهمه جدا، لان ده اقرب مكان ليا يتعامل مع حالات الطارئه. يبقى انا حالات الكسور المضاعفه لازم يبقى عنده الامكانيات ازاي يتعامل معاها. حالات لا قدر الله الجلطات السريعه يتعامل معاها. حالات الذبحه الصدريه والحاجات اللي هي بتحتاج علاج سريع دي لازم يكون عنده امكانيات يتعامل معاها. وبعد كده بقى لما تكون حالات اكثر من قدراته هتبقى معروفه وبسيطه، اقدر احولها الى تيرشري كير او مستشفى اعلى. ده مهم جدا. لازم المستشفى المركزي زي ما قلت لحضرتك قبل الحلقه يكون فيه جهاز اشعه مقطعيه حديث. ايه اهميه جهاز الاشعه المقطعيه يا دكتور؟ الجهاز ده اول ما العيان يدخل الطوارئ، بدل ما اقعد انا اعمل له اشعه عاديه على دراعه وعلى راسه وعلى صدره وعلى بطنه، ونقله من مكان لمكان كمان، مش في مكان واحد، وفي النهايه بتشخص لي الحاله 20 30% 50% ماكسيموم. الجهاز الثاني بقى الاشعه المقطعيه بيدخل في خلال 30 ثانيه، بيكون متصور من فروم هير تو تو، من شعر راسه لغايه صابع رجليه. ويبدا على المونيتور يبدا يقطع حته بحته ويشوف يشخص، يقول لك ان في بدايه نزيف في المخ تتعامل معاها، في بدايه نزيف في الصدر، في بدايه نزيف في البطن، او ده كله كويس ما فيش في حاجه. الكسور اخبارها ايه؟
الكسر ده هل هو بيجيب تفاصيله، هل هو واصل للمفصل ولا مش واصل، هل هو متبدل ولا مش متبدل، درجه التبدل قد ايه، درجه التفتت قد ايه، بيديلك كل التفاصيل بالنسبه للمريض نفسه. تقدري تتعاملي مع العيان وهو لسه جاي من البدايه، قبل ما العيان يقعد يخرخر دم 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 ويدخل في غيبوبه، وممكن يدخل في حاجه اسمها الريفرسبل شوك. يعني هو دخل دمه اتصفى وانت مش هتعرف تعمله حاجه، هتديله وتعالج مش هيرجع تاني يسترد صحته او قوته. ده قلل عالميا نسبه الوفاه في البولي تروما بيشنت اللي هو متعدد الاصابات من 12.5% الى 2.5%، نسبه عاليه جدا. والمتواجد الجهاز يا دكتور المتواجد للاسف هو متواجد في حدود 20-30% من مستشفياتنا المركزيه بس. نتمنى ان من الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه ووزاره التخطيط والماليه يتبنوا ده، لازم من توافره في كل مستشفياتنا، ويكون له عقد صيانه مش اقل من 10 سنين. ولازم الجهاز ده اللي ناخد لاولاد الدكاتره اطباء الشبان يتعلموا ازاي يتعاملوا معاه كويس، والفنيين يتعاملوا معاه كويس، لان دي نقله جباره في التعامل مع الاصابات، وهتنقذ حياه ناس، وهتنقذ حياه ناس جدا يعني، وهتعامل صح كمان اكيد، بدل ما افتح بطن واحد وانا مش عارف فيه ايه. طبعا. لا ده انا متاكد من التشخيص بتاعي. طبعا ممكن اعيد الاشعه تاني واشوف هل هي بتزيد ولا ما بتزيدش النزيف، وهيقول لي طبعا هيقول لي طبعا. ولو انا عايز اعمل له مسمار سريع، هو هيقول له طول المسمار قد ايه، الشريحه قد ايه طولها، المسمار عرضه قد ايه. كل دي معلومات ممكن اخدها منه. هنتكلم عن الجهاز اكتر يا دكتور، بس معانا اتصال. عماد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك، اتفضل. ازي حضرتك؟ اتكلم دكتور مكرم. الله يخليك، بخير طبعا، تحت امرك، سامعك. هي دكتور بالنسبه لخشونه الركبه. ايوه حضرتك انا ذكرني دايرتك. تشرفنا يا استاذ عماد. كل سنه وحضرتك طيب. بالصحه والسلامه، كل سنه وانت. بالنسبه للركبه يا دكتور، انا وزني 80 كيلو. وطولي حوالي 135 سم. ايوه. وعندي التهاب جامد في المفاصل. طولك كام؟ 135 سم. 185 ولا 30؟ 30 135. والوزن حوالي 85. فانا عندي دايما عندي فيه خشونه جامده ووجع. وعمرك كام يا عماد؟ عمرك السن؟ عمري 32 سنه يا باشا. 32 سنه. طب انا استاذنك بقى عشان انت من ديكيرنس، تجي لي يوم الجمعه بعد الصلاه على طول ان شاء الله. ممكن تسيب رقمك برضو عشان لو احتاج اي تفاصيل. في البيت عندي في المكتب بتاعي في العياده. خليك على التليفون وهيقولوا لك كل التفاصيل دي. شكرا يا عماد، تابعنا، ما تقفلش، خليك، هيحولوك لكنترول روم. شكرا. كنا بنتكلم يا دكتور عن أهمية الجهاز، إن هو بيبين تفاصيل كتيرة جدا لحالة المريض جميعا في أي جزء في الجسم. في أي جزء في الجسم. طب النزيف يا دكتور، برضو من النزيف من الحاجات اللي ممكن تحصل نتيجة الحوادث، في النزيف الداخلي، هل ده بيعتبر من أخطر طبعا غير النزيف الخارجي؟ طبعا من أخطر حاجة هو طبعا النزيف، سواء في الصدر أو في البطن أو في المخ. ده موضوع مهم جدا، وعايز ناس على مستوى عالي، وعايز امكانيات نكون جاهزين، والفولو اب في الحالات دي دقيقه بدقيقه. يعني حتى هو لو عايز يعالج كونزرتيف او نون اوبرتيف او ان هو تحفظي، علاج تحفظي، بيبقى العيان تحت الملاحظه دقيقه بدقيقه، هل هو بيتحسن ولا هو حالته بتزداد سوء. ده هيجرنا لحاجه مهمه جدا جدا، وهو التبرع بالدم. لازم بنوك الدم عندنا تكون باستمرار متوافر فيها الدم. ما ينفعش نبقى احنا الناس الأصلة ذات التاريخ المصريين ويكون عندنا عجز في بنوك الدم، وعيان يموت عشان مش لاقيين له دم. عيب قوي قوي ان احنا نتعرض لحاجه زي كده، او يكون احنا عندنا حاجه زي كده. فمهم جدا بنناشد شبابنا، بنناشد شباب الجامعات، بنناشد موظفينا، الشباب الحر، ان هو ما يبخلش ابدا على اهله وناسه واصدقائه بالتبرع بالدم. دي نقطة مهمة جدا يا دكتور، ان احنا من خلالنا كمان، مش بس الدولة او الحكومة هي اللي يعني لا، اصل الدم ما بيتباعش وتشيل الدم، ده تبرع. لازم احنا من خلالنا احنا كمواطنين ان احنا بنساعد بعض، ان احنا فعلا لازم نتبرع، وخاصة في الظروف والمشاكل دي اللي ممكن تنقذ حياة إنسان. والتبرع بالدم يا دكتور دي حاجة مفيدة، يعني حاجة مش مضرة ولا حاجة، مش مضرة
مضره مش يعني مضره خالص. الدم بيغير نفسه اصلا خلال 120 يوم، يعني انت كده بيغير يعني. مظبوط مش هيحصل حاجه. طالما السن مناسب ومفيش امراض معديه ومفيش حاجه، ان شاء الله تبقى ده موضوع مفيد جدا ومهم جدا وبينقذ حياه مرضى. يبقى مهم جدا التشخيص، المتابعه، توافر الدم والجراح. واعتقد التعامل مع النزيف، عندنا جراحين ما شاء الله متوفرين كتير بيقدروا يتعاملوا مع الحالات دي كويس. النزيف يا دكتور ممكن يبقى زي ما قلنا النزيف الداخلي، يمكن هو ده من اخطر انواع النزيف، لكن في احيانا يا دكتور ما يبقاش فيه اعراض معينه. يعني ممكن الشخص يبقى تعرض لحادث وحاسس ان هو كويس وما يعرفش ان هو عنده نزيف داخلي وفجأة يتوفى. دي من اكتر الاسباب الوفاة في الحوادث. ان هو يجي كويس وفايق بالظبط، والدكتور الموجود ينشغل في حالات اخرى في الطوارئ ويطلع يلاقي العين توفاه الله. ممكن طبعا. فدي زي ما احنا قلنا السي تي او الاشعه المقطعيه مهمه جدا للحالات دي، لان لو بدايات هو بيشخصها، فبتبقى بيتغير بقى متابعه العيان لحاجه اسمها كلوز فولو اب. انا مرافق له مش سايبه ولا دقيقه، هتابعه، ممكن اعيد الاشعه تاني عشان اقدر احكم على الحاله دي بتتحسن ولا المشكله بتزيد. طبعا. طب معايا اتصال تاني. رضوى. ايوه اهلا بيكي يا حبيبتي، اتفضلي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا بيكي. لو سمحتي كنت عايزه اسال الدكتور، بس انا عندي ابن اختي عنده 16 سنه دلوقتي، هو من حوالي سنتين كان عنده تآكل في الغضروف عند الفخذ كده. الدكتور كانت رجليه وجعاه والدكتور اكتشف التآكل ده وقال له لازم تعمل عمليتين، ركب مسمارين، عمليه في الرجل اليمين الاول والرجل الشمال. انا بس المفروض ان هو هيشيل المسامير اعتقد على 17 سنه، بس عايزه اسال هل ده هيأثر، يعني هو هيطول ولا ده هيأثر على نمو يعني في الطول؟ ليك اسئله ليها يا دكتور؟ اعتقد 17 سنه مش هتأثر قوي، لان البيك اوف جروس او فتره النمو السريع بتبقى حوالين ال 14 سنه. فبدل هو عدى الفتره دي 14 16 اللي ما عادش هتأثر قوي على النمو بتاعه او طول رجله، وبخاصه كمان ان 80 90% من النمو الطول بيبقى حوالين الفخذ، اسفل عظمه الفخذ، حوالين الركبه، حوالين الركبه، اسفل عظمه الفخذ واعلى عظمه الساق. انما النمو اللي بيكون عند عشان بس ندي فرصه للمتصلين يا دكتور. ليك اسئله ليها عشان بس لو في حد لا خلاص تابعينا يا رضوى. انت ليكي اسئله ثانيه؟ شكرا تابعينا يا رضوى. شكرا. انا بطمنك يا رضوى ان المكان ده ما عادش له دور قوي في موضوع النمو او طول الطرف، لان النمو اساسا بيبقى اكتر حاجه حوالين الركبه في اسفل عظمه الفخذ واعلى عظمه الساق، وان البيك اوف جروس بتبقى من 14 في الاولاد 14 16 سنه هو عدى المرحله دي، فاللي باقي من النمو حاجات بسيطه جدا ومش هتتاثر قوي بتثبيت مسمارين او مسمار في عنق عظمه الفخذ عشان يثبت اللي هو مركز النمو او راس عظمه الفخذ الاعلى. لو حصل كسر دكتور، حضرتك قلنا في نوعين من الكسور، حتى لو الكسر البسيط اللي هو بعد ما تحط له الجبس وتشخص بطريقه صحيحه، لو عنده الدكتور رد له المكان المكسور، لكن مهم جدا المتابعه بعد كده. ايه هي اهميه المتابعه؟ والمفروض هل المتابعه بتتحدد مدتها حسب طبيعه الكسر، حسب مكان الكسر؟ سؤال جميل ومهم جدا جدا. احيانا الجراح بيعمل عمليه وتكون عمليه ممتازه، ولكن المتابعه والعلاج الطبيعي مهمه جدا للعيان بعد ما يعمل العمليه. للاسف احنا عندنا تخصص اتظلم الفتره اللي فاتت كتير جدا، وهو تخصص العلاج الطبيعي. عاد عندنا كليات عامه وخاصه كتير جدا بتخرج خريجي كليات علاج طبيعي ومستواهم عالي من تعليم، ولكن ما زال عندنا السيستم ما بيخدمش العيان عشان يستفاد من الامكانيات اللي موجوده عندنا بالنسبه للعلاج الطبيعي. لك ان تعلمي ان العيان لو ما اتحركش بعد العمليه، تاني يوم العمليه
ممكن يجي له جلطات في رجليه، وممكن الجلطات دي تتنقل بغض النظر حتى لو سنه صغير. حتى لو سنه صغير، حتى لو ده بالعكس بتبقى اخطر في السن الصغير. اخطر. وخاصه احنا عندنا احيانا بيبقى في ناس متدلعه وما بيلاقوش اللي يقول لهم ويفهمهم خطوره ده. يعني من اي كسر من تاني يوم، من اي كسر في الدنيا لازم من الحركه. والحركه غير الويت بيرنج، غير ان اقول حمل على الطرف. انا مش عايزه يحمل على الطرف، لان ممكن يكون ما يقدرش الطرف يستحمل تحميل، لكن على الاقل يقدر يلم رجليه، يفرد رجليه، يتقلب على جنبه اليمين على جنبه الشمال. ممكن في بعض الحالات بتستدعي ان هو ياخد ادويه سيوله، لان الجلطات دي فيري كومن بعد العمليات او قبل العمليات وبعد العمليات كمان، الكسور. والجلطه بتيجي في اي مكان بقى يا دكتور، ولا بتيجي في مكان الكسر نفسه؟ لا مش مكان في جلطات دهنيه بتطلع من مكان الكسر لو ما تثبتش. او العيان دخل في حاله ديهايدريشن، حاله جفاف، بيبقى الدهون دي ومواد سامه طلعت من نتيجه تهتك الانسجه، بتوصل للرئتين تعمل له حاجه اسمها فات امبوليزم. وفي الجلطات اللي هي بتتكون في الاورده نتيجه عدم الحركه. انت عارفه ان المفروض الدم على طول دوره. طب انا عارفه ان نقطه الجلطه دي مهمه، بس ناخد اتصال لان بقى لها فتره ونرجع نكمل موضوع الجلطه. فتحيه اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي، شرفتينا. اتفضلي. ربنا يديكوا الصحه والعافيه يا رب جميعا يا رب. بالخير دايما جميعا يا حبيبتي. اتفضلي لو سمحتي يا دكتور. اتفضلي. انا عندي 68 سنه وعندي خشونه جامده في رجلي، وبروح للدكاتره يقولوا عايزه تغيير مفصل. بس انا بقى يعني الحمد لله بمشي، اما باخد مسكنات اروح مشوار ولا حاجه، بس اما بمشي حبه رجلي بتوجعني بقى. يعني اما اقف حبه في المطبخ وكانت رجلي كده ما اقدرش اسير. يعني انت قاضيه مصالحك ولا مش قاضيه مصالحك؟ لا الحمد لله قاضيه مصالحي الحمد لله. بتنامي كويس مفيش مشاكل؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب انا عندي الضغط بس يعني. هقول لك حاضر. حاضر. ليكي اسئله ثانيه؟ لا انا عايزه بس عنوان الدكتور. حاضر، خليكي حبيبتي على التليفون ما تقفليش، هيحوليكي لغرفه الكنترول. متشكرين. شكرا ليكي، الف سلامه. تسلم ايديكم وعينكم يا بنت. يا حبيبتي تسلمي. شكرا. هنقول كلمتين على السؤال ده. في بعض العمليات الجراحيه بتعتمد على الديماند. العيان محتاج ايه؟ يعني هو العيان اذا كان بيقدر يؤدي متطلباته بمسكن بسيط من غير مشاكل، وهو مش عايز اكتر من كده، مفيش مانع ان هو يفضل مش محتاج. لكن في عيان بقول لك لا، انا المفروض وظيفيا انا بأدي الوظيفه المطلوبه مني 20%، 10%، 30% بس، انا عايز ورايا اشغال ثانيه باقي 70% عايز اقضيهم. في الحاله دي انا اقول له روح اعمل عمليه مفصل صناعي. يعني حسب طبيعه شغله وطبيعه عمله وطبيعه حياته الشخص نفسه. لان برضو رغم ان في تطور هايل في موضوع المفاصل الصناعيه والنتائج مبشره ونتائج كويسه جدا، لكن بعض الاحيان ما ممكن ما احتاجهاش طالما انا اقدر اقضي مصالحي. ما دام اقدر استغنى عنها بحاجات زي ما حضرتك بتقول. طب عايز ارجع لموضوع الجلطه يا دكتور، زي ان موضوع الجلطه ده مهم. حضرتك قلت ممكن الجلطه تطلع من مكان الكسر. ايوه جلطه دهنيه، وممكن يكون نتيجه تكون جلطات في الاورده بتاعه الصفير. ايه الفرق بينهم يا دكتور؟ يعني هل فيهم واحده اخطر من الثانيه، ولا الاثنين ليهم نفس الخطوره؟ الاثنين لهم نفس الخطوره طبعا. الاثنين لهم نفس الخطوره، ولكن احنا بنتعامل مع الجلطه اللي هي الدهنيه اللي بتيجي في اول الاصابه. عشان كده احنا قلنا العيان يتنقل بحرص. وعشان كده قلنا العيان لما يروح المستشفى اول حاجه يتعلق له محاليل، ما يدخلش في حاله ديهايدريشن، جفاف. الجفاف بيزود نسبه الاصابه بالجلطات الدهنيه، لدرجه ان في ابحاث بتقول ان كل الناس المصابين بكسور بيتحرك لهم بعض المواد دي بتروح على الرئتين، بس اللي بيتاثر اللي هو في حاله جفاف، اللي الرئتين بتاعته الكونسنتريشن بتاع الماده دي او السموم دي اكتر لنتيجه الجفاف، فهو ده اللي بيأثر على الرئتين. لكن لما يكون في دايليوشن وفي محاليل والعيان ما دخلش في المرحله دي، بتكون الرئتين ما بتتاثرش بيه. بس دي مشكله يعني قصدي لو قادر يتحرك، لو سنه كويس معقول يسمح، لكن السن الكبير ده دايما يا دكتور بسمع ان هو لما يتعرض لكسر فعلا بيحصل له هكمل لحضرتك جلطه. ناخد اتصال ونرجع نكمل كلامنا. اتفضلي.
السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. ازيك يا اسماء؟ اتفضلي. انا ابني عنده 34 سنه. ايوه. واتعرض لحادثه من شهر 10 بقاله 8 شهور يعني. الف سلامه عليك. الله يسلم حضرتك. فاتعمل ركب في الفخذ اللي هو المسمار اللي بطول الفخذ ومسمارين في الركبه ومسمار في الفخذ من فوق. فالمهم بعد شهرين اتشال المسمار اللي هو في الفخذ. ايوه. دلوقتي بقى ما بيمشيش يعني لحد دلوقتي بيعرج برجله ومش عارفه المسامير دي هتتشال وهي والمسمار اللي هو اللي في الفخذ ده ولا ايه؟ يعني هو اللي اتشال المسمار الصغير اللي بالعرض؟ اللي كان في الفخذ فوق. بالعرض اللي كان بالعرض. اللي كان بالعرض. لكن المسمار الكبير الاساسي لسه موجود. والمسمارين اللي في الركبه اللي بالعرض. وبقاله شهرين بس؟ لا من شهر 10 بقاله 8 شهور. طب هل الكسر لحم ولا ما لحمش لسه؟ الكسر لحم. لحم. امال المشكله في ايه؟ المشكله في ايه؟ يا دكتور. المشكله حاليا في ايه؟ المشكله انه لحد دلوقتي مش بيمشيش على رجله كويس. ما بيمشيش كويس لكن بيمشي وبيتحرك وبيحمل عليه. بيتحرك ويحمل بس بيعرج. طيب شكرا انا هقول لك حاضر. طيب وهيتشال المسامير دي ولا لا يا دكتور؟ حاضر شكرا يا اسماء. سؤال جميل ومهم جدا وبيجرنا الموضوع مهم في منتهى الاهميه اللي في الدنيا. اللي بعد العمليه العيان بيحتاج مسكن. احنا ما عندناش الكونسيبت الانترناشونال اللي الصحه العالميه بتركز عليه، ان العيان يطلع من العمليه ياخد 3 مسكن لمده 48 ساعه على الاقل. يطلع من العمليه يبقى بين فري، مش حاسس بالم خالص. ايه الفرق يا دكتور؟ يعني ايه ان هو ياخد 3 اضعاف المسكن؟ ياخد بتيدين او مورفين. البتيدين والمورفين اللي احنا بنقول عليه لازم ياخد بتيدين او مورفين. ولازم ياخد باراستامول اللي هو السيف، ولازم ياخد نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري زي الفولتارين والفلدين والحاجات دي. لازم ياخد كومبينيشن من ال3 دول عشان نقلل الاحتقان حوالين العمليه او حوالين الكسر، وعشان يبقى بين فري ويستمتع بعد العمليه، يحس ان هو اتعمل له شيء عظيم وهو مشكلته انتهت. لان لقوا ان 56% من العيانين اللي هم بيتسابوا من غير مسكن كافي بعد العمليه الالم بيستمر معاهم اكثر من 6 شهور. احساس. وما بيكونش ساتسفايد، ما بيكونش مقتنع ان هو اتعمل له حاجه حلت مشاكله. طبعا طول ما حاسس بالالم، طول ما هو حاسس بالالم ان هو ما استفادش. طبعا. فمهم جدا بناشد كل الاطباء وبالذات الشبان اللي هم محتاجين المعلومه، لابد ان العيان بعد العمليه يتسيطر على الالم عليه سيطره كامله. ياخد بتيدين وياخد مورفين وياخد انالجيزيك وياخد طب هو في حالته دلوقتي يا دكتور خلاص عدى دلوقتي من شهر 10 ودلوقتي ان هو بيمشي بطريقه احنا بنقول المشكله ايه عشان طبعا. تاني حاجه العلاج الطبيعي اللي احنا قلنا عليه. العيان لازم يتعمل له علاج طبيعي، لانه لو عضلاته ضعفت هيعرج. هي اي حتى لو الكسر اي 100 بيحتاج علاج طبيعي. اي نوع كل الكسور بتحتاج علاج طبيعي. والعلاج الطبيعي فرصه نقول نغير المنظور اللي عند الناس. العلاج الطبيعي مش ال10 دقايق اللي بيجي فيهم الدكتور العلاج الطبيعي يعمل له يحرك له رجله يوم ويوم ويمشي. العلاج الطبيعي ما يقرب من 8 ساعات يوميا. دكتور العلاج الطبيعي بيجي لك عشان يفهمك تعمل ايه. اتني الركبه، حرك، ارفع رجلك، نزل، شد العضله دي، ارخي العضله دي، شد دي، نام على جنبك، نام على جنبك التاني، اقعد، امشي بعكازين، تمشي بهم ازاي؟ الكلام ده في منتهى الاهميه اللي في الدنيا. وبعد ما يمشي دكتور يقول لك اعمل اللي قال لي عليه. التمارين او في حاجات معينه يعملها في البيت. 99% من الليمبنج او العرق بعد العمليات بيكون سببه ضعف عضلات. وسبب ضعف العضلات هو الركنه وعدم الالتزام ببرنامج العلاج الطبيعي. لان هو في دماغه الكسر. طب الكسر اتعمل له عمليه كويسه ولحم، لكن انت بتعرج ليه؟ عشان ما تعملش لك برنامج تاهيل علاج طبيعي. في حاجه بعد العلاج الطبيعي اسمها الريهابيليتيشن، تاهيل. لازم ارجعه تاني ازاي يمشي صح، ازاي يظبط مشيته، ازاي ما يعرقش، ازاي يعدل رجله وهو ماشي. ده برنامج بيتعمل له تالت. يبقى في عمليه
في فيزيوثيرابي علاج طبيعي بعد العمليه، في تاهيل بعد العلاج الطبيعي ريهابيليتيشن. الثلاثه دول لو ما اتعملوش صح اي قصور فيهم العيان مش هيمشي كويس زي ما الحاجه قالت، هيعرج، هيبقى شكله مش كويس، هيبقى باين اللي هو عندنا اللي هو عيان هانديكاب، عيان معوق، رغم ان هو في العالم كله مش معوق ولا حاجه، هو كان عنده كسر وتثبت وتعالج ورجع طبيعي. طب هو دايما طبعا يا دكتور يعني الاول ما يبتدي بعد الكسر على طول بالعلاج الطبيعي ده هيستفيد بيه اكتر، لكن في مرحلته اللي هو ده من شهر 10 لغايه دلوقتي هيقدر يعمل ريهابيليتيشن بقى، اعاده تاهيل تاني. يتشاف العضلات الضعيفه اللي عنده ايه وتتقوى، ويبقى مع واحد بتاع تاهيل يقول له ظبط مشيتك، يظبط المشي، ساعتها هيتحسن. نرجع لموضوع الجلطه يا دكتور، كنت بتقول ان اي كسر هيتكون معاه جلطه، ولا اغلب الكسور لازم ان احنا بعد الخروج من العمليه او الجبس او اي حاجه لازم تاني يوم ان احنا نمشي عشان تجنبا لحدوث الجلطه. في حاله كبار السن يا دكتور، لا عشان بس المعلومه تبقى واضحه، احنا قلنا في نوعين اللي هي الفات امبليزم والنوع الثاني بالمونري امبليزم. الفات امبليزم اللي هو الدهون اللي بتتحرك او المواد السامه اللي بتتحرك على الرئتين، دي في الغالب مش جلطه ولا جلطه دهنيه حضرتك؟ جلطه دهنيه. جلطه دهنيه ده اللي بيحتاج ان العيان اول ما يتصاب لازم ما يدخلش في مرحله جفاف، لازم محاليل على طول باستمرار، محاليل باستمرار. وهي الجلطه الدهنيه يا دكتور ليها علامات معينه ولا دي بتتم ازاي بنعرف ان هي دي جلطه دهنيه؟ صعوبه في التنفس طبعا. صعوبه في التنفس لانها بتاثر على الرئتين، بيبقى صعوبه في التنفس، ولو قفلت القصبه او الشعيرات الاساسيه بتاعته او الرئتين هيدخل في مشاكل اكبر. ده اللي احنا بنقول عليه ان هو لازم ياخد محليل ويتابع متابعه جيده ونثبت الكسر، عشان لما بتحرك كده بتطلع. انت فاكره انت لو في كسر عندك بتلاقي في مواد دهنيه جوه، زي ما احنا لو عندك حتى في اللحوم بتشوف انت المواسير زي ما بنقولوا، بتلاقي جواها الدهنه دي، هي دي الدهنه دي اللي بتطلع تتحرك مع الشعيرات الدمويه والاورده والشرايين والاورده دي اللي بتوصل للرئتين. ده لما الكسر يتثبت هتقل الفرصه بتاعته. اضافه بقى الحاجه الثانيه اللي هي الجلطات العاديه، البلمونري امبوليزم اللي هو بيجي من جلطات الاورده وتتحرك تروح على الرئتين. ده اللي بتحتاج حاجتين، اللي هي سيوله، ادويه سيوله عند بعض الناس اللي بيحتاجوا، ما هو خاصه الناس الكبار في السن او اللي ما بيتحركوش، في صعوبه في حركتهم، او لو العين هيقعد فتره طويله في السرير، ده بيحتاج ممكن اديهم دواء سيوله لغايه ما احركه. وتاني حاجه لو في امكانيه للحركه لازم يتحرك. ده مهم جدا. ده مهم جدا. طب نصائح سريعه يا دكتور، سريعه كده يا دكتور بالنسبه للكسور، ان احنا عشان ما يحصلش مضاعفات بعد كده او يحصل اي مشكله من الكسور. اول حاجه الالتزام بقواعد المرور كويس. تاني حاجه المحافظه في نقل المريض من مكان الحادث. تالت حاجه لما يروح مكان يتعالج صح من البدايه، ما يتسابش، اذا كان مضاعف يتعالج من البدايه كويس. رابع حاجه ما يتثبت، اذا كان عنده ما يدخلش في مرحله جفاف، لازم اديله محاليل كافيه. خامس حاجه لازم احركه سواء قبل العمليه او بعد العمليه اذا كان متاحا. اذا كان في صعوبه في الحركه ياخد ادويه سيوله. بعد العمليه لازم ناكد ان هو ياخد مسكنات قويه جدا، يبقى بين فري، يدخل في برنامج علاج طبيعي مكثف ومنظم ومحترم بعد كده، وفي النهايه تعمل له ريهابيليتيشن اعاده تاهيل. بتمنى دايما يا رب السلامه والصحه ليكم جميعا. بشكرك يا دكتور لكل المعلومات اللي افدتنا بيها النهارده وشرفتنا. الله يخليك. مشاهدينا اتمنى تكونوا استفدتوا النهارده من حلقتنا. استنونا من يوم الاحد للخميس من الساعه 2 للساعه 3، والاعاده ثاني يوم 7 صباحا، يوم جديد وحلقه جديده ولايف كلينيك.